واش كتعتقدوا باللي الشيطان يقدر يختار طفل صغير باش يسكن الجسد ديالو؟ في عام 1949 أمريكا تصدمات بسبب قصة طفل في ولاية ماريلاند اللي بسببه تمنع فيلم The Exorcist بزاف ديال الدول. القصة ديال اليوم فيها بزاف ديال التفاصيل اللي مرعبة وفيها نهاية اللي ما تخطاش لكم على البال. اليوم غنكشفوا لأول مرة شكون هو هاد الطفل وكيفاش تحول من بوابة الجحيم لواحد من أعظم المهندسين في وكالة ناسا. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم اللي باقي ما مشتركش معنا في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. رونالد هانكلر تزاد في 1 يونيو عام 1935 في ولاية ماريلاند الأمريكية. الأب إدوين هانكلر والأم أوديل هانكلر. الوالدين كانوا من أصول ألمانية. رونالد كان هو الابن الوحيد في العائلة وهذا الشيء خلاه يكون طفل منطوي ومرتبط بزاف بالناس الكبار اللي معاه في الدار. ما كانوش عنده صحاب بزاف اللي كانوا في السن ديالو وكان كيقضي أغلب وقته في الدار مع والديه وجداته وخالته تيلما اللي غتلعب دور كبير في حياته. تيلما ما كانتش خالة عادية، كانت هي الصديقة ديالو اللي كيعاود ليها مشاكله. كانت علاقتهم وطيدة بزاف، كان كيعتبرها الأم ديالو الثانية. تيلما كانت مهتمة بزاف بالروحانيات والظواهر الخارقة، مع العلم أن العائلة كانت مسيحية لوتيرية محافظة جدا. كانت عايشة في واحد الجو اللي فيه بزاف ديال القيود والترهيب من الشياطين والتواصل مع الأرواح. خالته تيلما هي اللي كانت كتعاود ليه قصص الأرواح وعلى العالم اللي ما وراء الطبيعة، وهي اللي علماته كيفاش يستعمل اللوحة ديال الويجا فاش كانت عنده غير 12 عام. كانت علاقتهم قريبة بزاف حتى لسنة 1949 فين رونالدو غتقلب حياته رأسا على عقب. كتموت خالته تيلما بمرض في الدماغ. هذا الحدث كان هو الزلزال اللي دمر الطفولة ديالو. رونالدو ما تقبلش الموت ديالها وحاول بكل جهد يتواصل معها باستعمال لوحة ويجا اللي خلات ليه. من بعد أيام قليلة من المحاولات ديالو بدات العائلة كتسمع أصوات اللي غريبة في الغرفة ديالو. بدا رونالدو كيقول لهم باللي الخالة تيلما باغا تهضر معاه، ولكن الأصوات ما كانتش ديال خالته، بل كانت أصوات اللي كانت غليظة بحال ديال الرجال والصوت ماشي ديالها. الوالدين ديال رونالد قالوا يمكن مع الموت ديال تيلما غيكون تأثر بزاف ودخل في حالة صدمة، وقرروا يديوه للطبيب نفساني. قال لهم الطبيب ان اموره كلها بخير، بالعكس الدري بكل قواه العقليه. الوالدين ما فهموا والو والامور بدات غدا وكتعقد. رونالد كان كيكون جالس فوق الاريكه حتى كيحس بشي حد كيدفعو من اللور. العائله بداو كيشوفوا الاثاث ديال الدار كيتحرك من بلاصتو، الروبيني ديال الحمام كيتحل غير بوحدو، مع العلم انهم جابوا بلومبي وقال لهم باللي كل شيء عندكم مزيان. والديه ادوين ولورين شهدوا ان ولدهم كيكون ناعس والناموسيه كتبدا تزعزع بقوه اللي مجهده، لدرجه ان رونالد كيطير من فوقها. القراعي ديال الماء والفيزان والطابلوات اللي كتكون معلقه في الحيط كلشي كيتضرب مع الحيط اللي مقابل ليه. هاد الشيء ما حبسش هنا. رونالد ولا كيفيق من النعاس وكيلقى الزروقيه في لحمو كاملها بحال الا شي حد كان كيقرص فيه. حتى لواحد النهار والديه كيلقاو جروح في لحمو بحال الا شي حد قمشو، والجروح كانت كتشكل على حروف وكلمات. الكلمه اللي ظهرت ليه مكتوبه فيها لويس، وظهرات جروح على شكل خريطه كتشير لمدينه سانت لويس في ولاية ميزوري. العائلة فاش كيعيطوا على القسيس كيقول لهم ان هاد الجروح هما علامة المس الشيطاني اللي لابسو، باغي يمشي لتما فين كاينه عائلة الام لورين. مع العلم ان هاد الشيء اللي كيوقع لرونالد راه كانت باقي عنده غير 13 سنة. العائلة رحلات لسانت لويس وتما بدات المعركة الحقيقية مع الكنيسة الكاثوليكية في مستشفى أليكسيان براذرز، وبالضبط في جناح الأمراض النفسية والعصبية رقم الغرفة 204. كان القسيس الأب ويليام بودرن والقسيس الثاني الأب رايموند بيشوب، خصيصين في طرد الأرواح الشيطانية والمس الشيطاني وحصص طرد الأرواح. فاش كيبداو الحصص ديالهم رونالد كان كيدخل في نوبة جنون.
لدرجة أنه كان كيتفل واحد الدفال اللي لونه خضر غريب على وجوه القساوسة، وكان كيهضر بصوت اللي غليظ وبلغات اللي قديمة لاتينية ويونانية، وهو أصلا ما عمره ما قرا هاد اللغات. فاش القسيسين كيدخلوا عنده الغرفة، الضواو كتبقى تطفى وتشعل غير بوحدها. رونالد اللي كان ناعس في الناموسية ديال الحديد ومربوط بالسماطي ديال الجلد غيدير شي حوايج المستحيلة. في وحدة من الحصص رونالد قدر يفك يديه ويجرح القسيس الأب بودرن من كتفو حتى ليدو باستعمال سلك حديدي اللي طار من السرير وخلاه يحتاج الغرز الطبية. القسيس بودرن في وحده من الحصص ملي كان كيتواصل مع الارواح اللي كانت متلبسه برونالد، واحد من هذوك الارواح قال ليه هو اللي عيط لينا منين استخدم لوحه الويجا في بلاص ما عيط لخالته، دار دعوه مفتوحه وملي تحل الباب دخلنا انا وخوتي، ودابا ما غاديش نخرجوا حيت هو اللي عيط لينا. بعد اكثر من 20 حصه اللي كانت قاسيه، القساوسة حتى صافي كانوا غادي يستسلموا، حتى وقعات واحد المعجزة. يوم 18 أبريل من سنة 1949 في ليلة الاثنين بعد عيد الفصح، رونالد فجأة وقف رغم أنه مربوط بهدوك السماطي ديال الجلد، غوت بواحد الصوت اللي كان هاد الصوت كيشوك الذات كيقول: آمرك أيها الشيطان أن تخرج من هذا الجسد. الناس اللي كانوا واقفين برا الغرفة والخدامة اللي في السبيطار شهدوا باللي سمعوا صوت بحال رعدة قوي هز السبيطار كاملو. رونالد طاح سخفان، فاش فاق بقى كيسول فين أنا وشنو كندير هنا، فين هما والديا. مباشرة بعد ما رجع رونالد لحالته الطبيعية في أبريل من سنة 1949، العائلة ديالو اتخذت قرار حاسم، هو أنهم يغبروا على الأنظار حيت هاد الشي اللي داز على ولدهم كان صعيب بزاف. رجعوا لولاية ماريلاند ولكن ما سكنوش في نفس الدار القديمة، بدلوا السكن باش يهربوا من الجيران والصحافة اللي كانت بدات كتقلب على اخبارهم باي طريقه. بعد سنوات الصحافه غتعرف العائله ديال رونالد فين ساكنين وغتجيب خبارهم. رونالد كمل قرايته في الثانويه، والناس اللي قراو معاه وصفوه باللي كان دري مهدن ومجتهد وعزيز عليه الرياضيات والعلوم. رونالد ما بقاش كيهتم بالروحانيات نهائيا، بل مشى في الاتجاه المعاكس تماما. دخل الجامعة وتخصص في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد. رونالد كيخدم مهندس في مركز غودارد سبيس تابع لناسا اللي في ماريلاند. كان متخصص في ابتكار الألواح المقاومة للحرارة اللي كتحمي كبسولات الفضاء من الاحتراق فاش كتكون راجعة للغلاف الجوي الأرض. رونالد تزوج وعاش حياة عائلية مستقرة في منطقة هياتسفيلد. مات في 10 مايو من سنة 2020 قبل شهر واحد من عيد ميلاده 86 بكتلة دماغية في دارو في ماريلاند. رونالد بدا مع السير ديال داكشي اللي وقع ليه والأحداث اللي عاشها وهو غير بوحدو. أمريكا كانت شهدات على أغرب قضية تمس عرفها القرن العشرين. لهنا كنوصلوا نهاية الفيديو. بغيت نشوفكم نتوما شنو بان ليكم، واش كتثيقوا باللي لوحة الويجا هي اللي خرجت عليه ولا كاين شي تفسير اخر لهذا الشيء؟ خليوا لي ارائكم في التعاليق ونتلاقاو في فيديو جديد وقصة غريبة اخرى. تهلاو في راسكم.